السلام عليكم. اليوم عندنا الحلقة 1121 من وان بيس. أجل 1121 من وان بيس. لذلك شباب، قبل أن نبدأ يا ريت تدعمونا باللايك ونشر هذا المقطع في كل مكان، وأيضا لا تنسى الاشتراك، ونبدأ في استعراض الحلقة 1121 من وان بيس. الحلقة تبدأ من فرع البحرية جيوان، ساحة الخردة للسفن الموجودة قبالة الشاطئ. أحدهم يقول: سفينة حربية يتم استخدامها مثل كيس الملاكمة؟ الآخر يقول: نعم، كبديل أكياس الرمل. يقول أيضا: تعرضت السفينة الموجودة في ساحة الخردة هذه للكم بشكل مستمر. الآخر يقول: بواسطة من؟ المشهد يظهر قائد البحرية براينر وهيلمبو. يقول براينر: نائب الأدميرال جارب، أثناء شبابي كان هذا روتينه اليومي لعقود عديدة حتى وقتنا الحالي. يقول هيلمبو: ماذا؟ حتى وقتنا الحالي؟ لماذا توجد سفينتان؟ السفينة الثانية كانت لطالب نائب الأدميرال جارب الأدميرال السابق أو كيجي. كانت قاعدتهم هي ممنوع استخدام الهاكي أو قدرات فواكه الشيطان عند استخدام السفن مثل كيس الملاكمة. يقول براينر: قوة هؤلاء البطلين لم تكن فطرية. المشهد يعود للعالم الجديد، جزيرة القراصنة، خلية النحل هاتشينوس. نرى أن العملاق الموجود بطاقم اللحية السوداء المدعو سوان خوان قد قذف إلى البحر. أحدهم يقول: سوان خوان وولف قد تم قذفه إلى البحر. يقول أن جارب مخيف، أسرعوا واحضروا إلى السطح، سوف يغرق. كيف فعلها؟ ونرى أيضا أن بيزارو يشرب العصير ويقول: ماذا؟ البطل الأسطوري، الفرن المشتعل للسكير. نرى أن بيزارو يقذف من فمه النار نحو جارب، ونرى أن جارب يستخدم 2 من القراصنة لصد هجمة بيزارو. كرات القراصنة النارية توقف، إنها حارة. ونرى أن القراصنة يهربون من هجمة بيزارو. أيها الوغد، هل تخطط لتدمير جزيرة القراصنة هذه يا جارب؟ ساخن. نرى أن جارب يحاول تحطيم الجزيرة. إذا أتى القائد تشيتش والمدينة هكذا سوف يقتلون جميعا. القراصنة يقولون لجارب: لماذا لا يخيف عددنا؟ إنه مخيف. القراصنة يقولون عن جارب. المشهد ينتقل إلى السفينة الموجود عليها جرحى البحرية الذين أصيبوا. ويقول أحدهم: يا نائب الأدميرال جارب، المواطنون والأسرى وجنود البحرية الجرحى كلهم انطلقوا إلى البحر. أحدهم يقول: تمالك نفسك هيباراتشان، قم بإذابة كل من تم تجميدهم بعناية شديدة. هل الكابتن كوبي بخير؟ أحدهم يقول: يمكننا الانسحاب في أي وقت الآن. حسنا، لقد انتهينا من هنا، دعونا نعود. جارب يقول: يا كوبي، يا جوروس وهيلمبو. نعم سيدي، كما هو متوقع من جزيرة خلية النحل، يستمر القراصنة في القدوم إلينا وكأن لا نهاية لهم. جارب يقول. كوزان يرد: كما قلت لك سابقا، لا يمكنني تركك تغادر يا جاربسان. كوزان يبدو أنه غاضب. يا إلهي، كان يجب علي أن أغادر مع الآخرين باكرا، أنا سوف أموت. أحد البحرية يقول: جاربسان، هل أنت أيضا مستقل البحرية؟ ما زلت تريد القتال يا كوزان؟ جارب يقول: رجاء توخى الحذر من قادة القراصنة اللحية. المشهد ينتقل إلى هيلمبو قائد البحرية الآخر ويقول: استمعوا جميعا، اركضوا بأقصى سرعة لديكم باتجاه الشاطئ البحر وسنكون بخير. جارب يقول: ولا تموتوا. حسنا سيدي. المشهد مباشرة ينتقل إلى شخص ما يخطف بعض الجنود ويقول: هي ها، من فضلكم شخص ما يساعدني، هي ها. يبدو أن كوبي يتردد في الرجوع إلى الشخص ويقول: أوه، لا يزال هناك بعض المواطنين المختطفين، سأنقذك. أنا سعيد لأننا لم نغادر. يحاول كوبي الرجوع لإنقاذ ذلك الشخص.
أحد البحرية يقول: أيها الأحمق، هذا فخ، هي ها. المشهد ينتقل إلى سيف وهو يخترق غارب ويقول: أوه. بعد استدارة كوبي لحق به شخص ما وحاول اختراقه بالسيف، لكن غارب تلقى الضربة بدلا من كوبي وسقط. يقول: ماذا؟ خذ هذه إذا. بأقصى قوة غارب يهجم على ذلك الشخص، ونكتشف أنه ذلك الشخص هو شيريو المطر. يقول: السفاح الذي كان في الإمبل داون. واو، إنسان خفي. إنه شيريو سان. لقد تمكن من طعن غارب الصلب. لقد تم إضعاف غارب. أحد القراصنة يقول: غارب سان، أنا بخير، اذهبوا إلى السفينة. واو، هذا خطأي. قام نائب الأدميرال بحمايتي. لا تكن متغطرسا يا كوبي، كان يستهدفني من البداية. غارب يقول: لقد تم إضعاف غارب، قد نكون قادرين على هزيمة. القراصنة يحاولون الهجوم على غارب. انطلقوا، إنها فرصتنا لكسب ثورة كبيرة أصبحت أمامنا مباشرة. اهزموه. يحاول جنود القراصنة مهاجمة غارب. ويقول أحد: مكافأة غارب هي 3 تيجان، نفس مكافأة الأدميرالات. هذه يعني 3 ملايير بيلي. ابتعدوا عن طريقي أيها الضعفاء، حتى إذا قمتم بربط ذراع وساق غارب فإن أمثالكم غير قادرين على قتله. كوزان يحاول الهجوم على غارب ويقول لهم: اس جولف، قفاز الثلج. يحاول كوزان مهاجمة غارب، وينتقل المشهد نحو فلاش باك، ويظهرون لنا غارب وكوزان أيضا لما كانوا صغار. ويقول: هل تريد أن تصبح تلميذي؟ لا تسرق حريتي، اذهب وتدرب تحت إشراف مدرب البحرية. كوزان يقول: لقد تعلمت بالفعل كل شيء منهم، أنا أهدف إلى المستوى الثاني، أرجوك اجعلني تلميذا. غارب يصرخ عليه ويقول: اخرس واغرب عن وجهي. المشهد ينتقل إلى كوزان وهو يركل إحدى السفن ويقول: لا تستخدم الهاكي، وإلا فلن يكون اسمه تدريب، لا يمكن الاستخدام على أي حال. واو. المشهد يعود إلى حيث أصبح كوزان أدميرال ويصرخ عليه غارب ويقول: ابني أصبح ثوريا، اللعنة. قال حفيدي أنه سيصبح قرصانا أيضا، لن أسمح بذلك. هذه ليست مشكلة يا كوزان، دعنا نأكل بعض الوجبات الخفيفة. يقول كوزان: أنا مشغول الآن، أنا أدميرال كما تعلم، أحضر الشيء إذن، اللعنة. يبدو أن كوزان بعدما حصل على المنصب صار متكبرا. المشهد يعود إلى القتال بين كوزان وغارب، ويقول كوزان: يبدو أنك قمت بتدريب عدو سوف يسبب بعض المشاكل لك، أنت مطرود أيها الطالب الأحمق. المشهد يظهر أن كوزان وغارب تمكنا من لكم بعضهم البعض وسط تدمير ساحة هاتشينوس بالكامل. كوبي يصرخ ويقول: نائب الأدميرال غارب. المشهد يعود إلى أن غارب سقط على الأرض ويحاول أحد قادة البحرية الهجوم وإنقاذ. أحدهم يقول: أملكم في الهروب ضئيل أيها الأوغاد، هذه خلية النحل، إذا قمتم بوضع قدمكم في هذا المكان سيخرج إليكم الأطنان من القراصنة. هل تعتقد أن سفينتك التي غادرت الساحل سوف تكون آمنة؟ لا تقل من شأن قوة فاكهة الجزيرة جزيرة نومي. المشهد ينتقل إلى السفينة التي كانت تهرب وهي تتعرض للهجوم. نائب أدميرال الشهير برفقة قوات من النخبة الشابة التي حاولت إنقاذ بطل البحرية الكابتن كوبي. أين هو كوبي سيمباي؟ أنا آسفة، لقد كنت مجرد عبئا عليكم، سوف يعودون قريبا. أنا سعيد لأنك بخير. المشهد يظهر أن بيزارو يقول: عندما تقرؤون الصحف تجدون الأخبار عبارة عن اللحية السوداء فعل هذا وفعل ذاك. نحن أيضا نرغب في أن يتم ذكرنا في الصحف وأن يعرف أسماؤنا. العنوان الرئيسي لصحيفة الغد سيكون هذا:
تمت إبادتهم بشكل مأساوي في جزيرة القراصنة. لا توقف من فضلك، الجميع موجود هناك، بما في ذلك الأشخاص الذين ليسوا من البحرية. كوبي، لا داعي للذعر، فإن العدل سوف يعود. جار يقول وهو مستلقي على الأرض وكأنه يسارع الموج. وهنا تنتهي الحلقة 1121 من وان بيس، وإلى حلقة قادمة يا شباب. كالعادة لا تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك ونشر هذا المقطع في كل مكان. سلام.